ما نكونش كمجتمع أكاديمي أو هيئة تدريس جامعي عرفنا كل التفاصيل. حضرتك دخلتي هذه التجربة مع 6 من المنافسين الرجال، اشرحي لنا إيه اللي حصل بالظبط. التجربة بدأت من حوالي 3 شهور. يعني تجربة الانتخابات، فكرة الانتخابات ظهرت بعد على طول ما رجعنا من أجازة الفصل الدراسي اللي بين الفصلين، اللي هي حصل فيها طبعا الثورة. وبين الفصلين كان فاصل ما بين عهدين، كان فاصل قوي يعني، والأجازة امتدت شوية. وبعد ما رجعنا كان في مجموعة من أعضاء التدريس في الكلية بدأت تفكر إحنا عايزين إيه في الفترة اللي جاية. طبعا مطالب أعضاء التدريس كانت معروفة ومطروحة، وكنا يعني بندخل في بعض أنواع الصراعات لتحقيق بعض منها. لكن لما رجعنا بدأنا نحاول إن احنا نوضح لبعضينا ولزملائنا مجموعة من المطالب، أو نحاول نستقر على مجموعة من المطالب. كان من أبرزها طبعا موضوع انتخاب القيادات بصفة عامة، القيادات الجامعية. وبالتالي في مجموعة أساتذة في الكلية هم اللي بادروا بأن هم يبدأوا العمل في هذا الاتجاه. تكونت مجموعة صغيرة قوي في الكلية، ما كانش ليها اسم في الأول، وقعدنا بعد شوية عايزين نعرف لها نسميها اسم إيه، لأن ما كناش عارفين هنوصل لإيه في الآخر. لكن بدأنا ندعو الاجتماعات. مين اللي مهتم من أعضاء التدريس يجي يتكلم معانا في ايه اللي مطلوب في الانتخابات، تحديداتها شكلها ايه، مين اللي من حقه يترشح، مين اللي من حقه يدلي بصوته، وهكذا. كل مرة كان هل تم وضع الشروط دي بشكل جماعي؟ ايه ازاي تم الاتفاق او التوافق على هذه الشروط؟ الشروط دي وضعت بشكل جماعي، لان احنا كنا كل ما بندعو الاجتماع كان العدد بيزيد، عدد الناس اللي بتحضر بيزيد، وما كناش يعني عاملين تصنيف مين اللي يحضر الاجتماعات. يعني دايما حضرتك عارف في الجامعه في حاجه اسمها الهيئه المعاونه لغايه دلوقتي، اللي هم المعيدين والمدرسين المساعدين. وبيعتبر هيئه تدريس من اول مدرس فما فوق. لكن احنا لما كنا بندعو الجميع ان هم يحضروا عشان احنا عايزين اراء. فكل مره كان الاعداد بتزيد، وبالتالي في اجتماع كان في اخر ابريل بدانا نتكلم على بتفصيل اكتر على عمليه الانتخابات. الاجتماع ده خرج منه كل الآراء اللي اتقالت في الاجتماع اتعملت في استبيان. استبيان كان شامل، مش بس ان هو اتاخد الآراء دي واتعملت الاستبيان، لا، الاستبيان راح تاني لأعضاء هيئة التدريس عن طريق مجالس الأقسام لإبداء الرأي. كل عضو هيئة التدريس حتى الهيئة المعاونة ملوا الاستبيان. وده كان الطريق للوصول لهذه الشروط بالظبط. هل ده نفس الطريق للوصول لقواعد بقى منظمة لهذه التجربة؟ هي القواعد المنظمة اللي هي اتعملت، احنا جمعنا الاراء اللي جات لنا كلها من الاقسام او من الكليات او من الاتحادات او من الائتلافات، وبدينا في الاخر نحاول نصنفهم او نوصل بيهم لمقترحين اساسيين. ففضلنا شغالين على المقترحات اللي عندنا لحد ما عرفنا في الاخر ان احنا نوصل بالعدد ان هم يبقى مقترحين. ايهما هيتم تنفيذه او تطبيقه لا لسه. احنا النهارده بالظبط يعني من حوالي ساعه احنا انتهينا من المقترحين في شكلهم النهائي علشان يتعرضوا على اعضاء هيئه التدريس. ممكن تقولهم لنا؟ طيب هي بس المقترحات شكونا معاكم يعني في الحوار. طيب هي اول حاجه احنا المقترح بيكون دايما من كذا جزء. في جزء اللي هو خاص برئيس القسم، في جزء خاص بالعميد، في جزء خاص برئيس الجامعه. ايوه. وطبعا اكيد هيبقى في جزء اشرافي اللي هو هتبقى ايه، في لجنه. ايوه. واللجنه دي اكيد في لجنه على مستوى الكليه، واكيد في لجنه على مستوى الجامعه. يبقى احنا كده ممكن نقسم المقترح لما نيجي نعرضه الى 4 اجزاء، اللي هم رئيس القسم، العميد، رئيس الجامعه، ولجان الاشراف سواء كليه او جامعه. ايوه. فممكن نبدا اول حاجه باللجان. اللجان تشكيلها سواء في المقترح الاول او في المقترح الثاني التشكيل واحد. اللجان هتبقى معموله من اعضاء هيئه التدريس بالكامل، كلهم هيبقوا منتخبين. خلي بالك دي اللي هي بنقول عليها اللي هي ايه، اللجان الاشراف والمتابعه على الانتخابات. ده السيناريو الاول. لا، اللجان تشكيلها واحد في الاثنين سيناريوز. في الاثنين واحد متطابق. تمام. اللجان هتشكل ازاي؟ اول حاجه في عندنا لجنه الكليه. لجنه الكليه هيتم ترتيب الاقسام تنازليا حسب حسب عدد الاعضاء في كل قسم. هيتقسم الاقسام عندنا ل3 شرايح. في قسم هيبقى عدد الاعضاء فيه كتير، في وسط، في عدد الاعضاء فيه قليل، بحيث 3 شرايح متساويه. القسم اللي هو في الشريحه الاولى اللي عدد اعضاء التدريس فيه كتير، ده هيتاخد منه 3 ممثلين جوه اللجنه.
القسم الوسط يتاخد 2 ممثلين من القسم، والقسم الاخير هيتاخد منه ايه؟ 1. كويس. يبقى الاختلاف هيبقى فين علشان ممكن المشاهد العادي اللي ما يبقاش فاهم بين التو سيناريوز؟ لا لحد دلوقتي كده مفيش اي اختلاف. لا الاختلاف ايوه لغايه دلوقتي ده نفس الحكايه في السيناريوهين. في الاثنين ايه اللي هيبقى مختلف في السيناريوهين عموما؟ اللي بتفضلوا ما بينه؟ ما هو انت انا افضل ان كده تاخد اوفر فيو عن السيناريو الاول. اتفضل. وبعد كده اقول لك الحاجات المختلفه. اتفضل. فكده دي اللجنه الاولى اللي هي لجنه الكليه. تمام. طبعا كل الاعضاء اللي جواها هيبقوا منتخبين بالكامل من الاقسام. يعني القسم الكبير هينتخب لنا 3، القسم الصغير هينتخب لنا 1. هنتنقل بعد كده لجنه الجامعه. لجنه الجامعه هنمسك الكليات بتاعه الجامعه، هترتب تنازليا حسب عدد اعضاء هيئه التدريس. كويس. هيبقوا 4 شرائح المره دي. جامعات اللي اعدادها كبيره جدا زي الطب مثلا اكيد دول هيبقوا في الشريحه الاولى. الجامعات اللي عددها صغير جدا اكيد هيبقوا في الشريحه الايه الاخيره. ايوه. في جامعات هيبقى ليها 4 ممثلين، في جامعات هيبقى ليها 3 2 على حسب العدد. وكله طبعا ايه زي ما قلنا بالانتخاب. يبقى دي لجنه الكليه ودي لجنه الايه؟